باريس سان جيرمان يعلق على خسارة أشرف حكيمي للكرة الذهبية الإفريقية 2024. السلام عليكم أيها المتابعون. في فيديو اليوم سنتحدث عن موضوع يهم كل عشاق الكرة الإفريقية، وخصوصاً مشجعي باريس سان جيرمان. أشرف حكيمي نجم الفريق، ولماذا لم يفز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2024؟ أشرف حكيمي قدم أداءً رائعاً مع باريس سان جيرمان، واستطاع أن يصبح أحد اللاعبين البارزين في الفريق. لكن هل كان كافياً لتحقيق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟ في مفاجأة، فاز أديمولا لوكمان بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية بعد موسم متميز مع أتلانتا ومنتخب نيجيريا. فكيف تأثر هذا الأمر بباريس سان جيرمان؟ باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أشاد بأداء حكيمي، مشيراً إلى أنه كان ضمن أفضل 5 لاعبين في إفريقيا. هذا يدل على المستوى العالي الذي وصل إليه حكيمي حتى لو لم يحصل على الجائزة. ما رأيك في هذا الخبر؟ هل كنت تتوقع فوز حكيمي بالجائزة؟ شاركنا برأيك في التعليقات. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وتشارك الفيديو مع أصدقائك. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في فيديوهات قادمة.